بيض تركي بالزبادي، ألذ سحور او فطار. هو احنا ازاي عندنا بيض وزبادي ومبنعملش الوصفة دي يوميا؟ لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها من كتر حلاوتها. طعمها لذيذ ولا شكلها يفتح النفس. بمكونين اتنين بس، وفي اقل من 5 دقايق هتحضروها. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت وتقولوا رأيكم تحت في الكومنتات. يلا بينا. اول حاجه هجيب طبق التقديم، وبعدين هحتاج زبادي يوناني. لو مش متوفر الزبادي اليوناني، ده الزبادي اللي احنا عملناه في الفيديو اللي قبل ده، هسيب لكم تحت اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ده زبادي احنا عملناه قريب جدا من الزبادي اليوناني، متماسك، تقيل وكريمي قوي وناعم. هو ده الزبادي المطلوب. لو حابه تعمليه بالزبادي العادي هيبقى مزز شويه، بس الحلو في الوصفه دي ان الزبادي اليوناني بيبقى مسكر. هقلب العلبه كده في طبق التقديم وهوزعها كده بالطريقه. انتوا شايفين القشطه؟ شايفين القشطه يا جماعه؟ يا جماعه وصفه الزبادي دي ناجحه قوي، اتمنى ان انتوا تجربوها وترجعوا للفيديو تاني. هزود عليها بقى ربع معلقه من الملح، ربع معلقه صغيره، وهنزل باضافه مهمه جدا وهي فص واحد بس من الثوم على على الملح والزبادي. وطبعا لازم اقلب الزبادي كويس عشان ادوب الملح اللي انا حطيته. هميكس بقى الملح مع الثوم والزبادي. عايزاكم بقى تركزوا في الخطوه اللي جايه. انا عارفه ان احنا كلنا بنعرف نقشر بيض، بس دي طريقه سهله جدا انا اللي لقيتها، حبيت بس اشاركها معاكم. هخبطها من فوق ومن تحت كده، وهتك عليها كده رايح جاي رايح جاي كده مره، وبعدين هقشرها. بصي نصيحه، وانت بتسلقوا البيض لازم تحطي معاه ربع معلقه كربوناتو ونص معلقه من الملح وربع معلقه من الخل. الكربوناتو والملح هيساعدوا ان القشره، يعني القشره تنعزل عن البيض. تمام. وبعدين هقطعها، هشقها نصين كده البيضه، يعني هشقها نصين وهرصها في الطبق زي ما انتم شايفين. كميه البيض بترجع على حسب الكميه اللي انتوا عايزين تعملوها، وهكذا لحد ما خلص كميه البيض اللي عندي. وبعدين هجيب بقى طاسه صغيره كده هحط فيها، انا حطيت معلقه من السمنه البلدي اللي هي الزبده البلدي. ممكن تحطي زبده نباتي او سمنه، مفيش مشكله، بس هي الوصفه الاصليه تحط لها الزبده. معاكي بقى 3 اختيارات: يا تحطي معلقه ممسوحه من السماق او البابريكيا او الفلفل التركي المتوفر، او الشطه المتوفر عندك، حطي منهم. وبعدين هحطهم على النار لحد ما يغلوا ويفوروا كده. وبعدين هبدأ بقى ان انا انزل اسقسق بيهم كده وش الطبق من فوق وبس. وصفة خلصت. اتمنى تجربوها يا جماعة. طبق البيض ده هيعجبكم جدا جدا، من ألذ اطباق البيض التركي هو البيض التركي بالزبادي. طعمه حلو جدا، جربوه هيعجبكم. وهستنى تطبيقاتكم على جروبنا على الفيسبوك. سلام.